بعماد. انا معش بس شوفي، انا حطيت في يعني بيوتي في اليمن ايجارها بديه للمساكين. ما قول والله صدق صدق. لا شيء بيني وبين الله. الله يبارك فيك صدق والله. يقول لك يعني لا شوف في ناس قال الله وقال الرسول وتلاقيهم من داخل مو بنظيفين. وشوفوا عم ابو عماد لسانه فالت يخزن حالته حاله بس قلبه مره نظيف. ها مره مشيت يا بربور، هلا عملت عيونها. نفسي متنكر، عملت نفسي انسان عابر سبيل، تمام. وكنت احمل 10 مليون ريال يمني. عكان الصرف من 15 ريال الدولار. ما فهمت. يعني كان يعني مرة كنت أمشي على هذا القرى كأني عابر سبيل، عامل كذا. ايوه لابس مينون كذي. ايوه. أيوة. فكنت أشوف الناس الفقراء وأتغدي عندهم حلو تقلب حتى أشوف حاجتهم. فكنت بعدين أضع شيء تحت الفرش، أضع 200,000 300,000 ميزان حسنات. واكتب عليها ورقة: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونعم بالله. يوم من الأيام لحقتني مرأة زين. بجمالش، عيونك الحلوة. لم أكن أعلم أنها أم هؤلاء الأطفال. زين. لحقتني قالت لي: تعال، أنت أول إنسان يتغدى باب بيتي، وأول إنسان يضع فلوس يعني في مكان، في يعني تحت في المخدة حق. تحت الفراش كذي صح؟ أيوة. لازم أعرف من أنت. قلت لها: موش أنا. قالت: أنت. والله إن ما تجيب لي الصدق لسوي لك مصيبة. حلو. يا بنت الناس خافي الله، مش أنا. قالت: أنت متنكر، لازم أعرف من أنت. رمت الفلوس في وجهي. قلت لها: أنا شيخ من مشايخ اليمن، نعم. وأنا عشت الحلو والمر، ذقت المر قبل الحلو، ولأني ذقت المر قبل الحلو يعني عاهدت نفسي أن أمر على كل ذي حاجة، لأن المعروف لا ينسى. صح. المعروف مستحيل أحد ينسيه. قالت: لا تكون بتدور مرأة. عرضت قلت لا. نفسها عليك. أيوة. قلت: اللي بيدور مرأة ما يجي كذا في هذه الثياب وكانت جميلة 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 مرة. حلو. لما فتشت كذا وشها زيش. قالت: هذول عيال أخي، وأخي مات، الله يرحمه. زوجتها؟ أنا ما زلت عذراء. إن كنت تبغى تتزوج فأني مرحبة فيك، وأنت غاية مناتي. حلو. قلت: لا، أنا متزوج. انت كم واحدة تزوجت عم ابو عماد؟ حلو كم؟ أنا يعني أنا تزوجت يعني قول يمكن 13. قول والله. خليها بدون أيمان. خلاص اوكي بدون ايمان. نشتغل بدون بعدين ايمان. هذيك البنت حبتني. طيب. قالت: والله ما تمشي، طيب. ولو تمشي بسوي لك فضيحة. حلو.
ارجع. يا بنت الناس سيبي لي حالي. قالت ارجع، وكانت ذكيه. كيف؟ كانت ذكيه مره. كانت يعني كالذي كان مضيع لشيء ثمين ووجده. يعني كانت متلهفة عليك؟ مرة. ويعجبني الثقيل. وانت ايش مرة. كانت ردات فعلك؟ بعدين كانت تأخذ الورد بترميهم علي. احسك ليش يا ابو عماد، ليش احسك استحيت؟ وجهك احمر. استحيت يعني زي ما تقولي من او احس الابتسامة شاقة وجهك. أيوة. قاعد تتذكر. بعدين كمل. قالت حبيت. لكون ما عجبتكش. حلو. وانا كنت كده عامل اسمنت على وشي ويداتي مسخ وحالتي. نفسك. ايوه, أيوة، ما مسخ شافت نفسك. جمالك، ما يعني بعد جمالك للحين مو ايوه كان فيه ماء صافي يعني زي الشلال، حلو. وفيه حفرة كبيرة يتجمع فيها الماء فيسيل. تمام. دهفتني إلى الماء ونطت ورايا. طيب. غسلت وجهي والشعر اللي كنت مركب له فوق راسي التركيبة طاح. و عم ابو عماد، راح هذه احلام اليقظة ولا مو صدق؟ حقيقة. اوكي. راح الاسمنت من وشي، راح حلو. كانت تنفش الماء وهي يعني فرحة. كانت تقول أنت هدية من الله أو عذاب من الله. حلو. بعدين اتورطت فيها وحبيتها. بس ما ادري ليش احسك عم ابو عماد انك انت قاعد تحطي بهارات. ما احط بهارات. او اشياء انت كنت تتمنى تصير بس ما صارت، وكنت زدتها من عندك. يعني اجتهاد شخصي. نو. انا اعرفك صادق، انا اعرفك. شوف لا عينك لا بعيني. والله. عينك قاعد تلعب عم ابو عماد. تفضلي. بعدين ايوه. انت عارفه في اليمن حروب. صح. ومشاكل، الطرق يا بربور على جبال شاهقه. صح. تعب. ايوه. ف صار هذا العرس وراحوا يدوها لي يزفوها. يعني خلاص قررت تتزوجها. تمام. ايوه تزوجتها. عندما تزوجتها في سيل. اوكي. عندما يجيبوها لابد ان يمروا بين السيل. ايوه. الله اكبر الله اكبر. شوف كلامك. السيل نزل قوي. هم دخلوا في السيل غرف الكل. حتى العروس؟ العروسه والكل. زين وش صار بعدين؟ بعدين كنت اجري ورا السيل. ورا السيل، حول السيل. ايوه. وهي تمد يداتها وبتقول انقذني. اساعدك. طبعا السيل انت عارفه يعني سريع سريع سريع. صخر واحجار واخشاب وحتى حقها النباتات بتكون مشوكه. صح. بالاماكن اللي يمر فيها السيل. حلو. نطيت عليها. مسكتها. حلو. طبعا كان السيل اقوى مني. فعندما كنا في السيل في حيد كبير بنمر عليه السيل فرقنا. يعني انت مسكت ايدها بس ما لحقت تطلعها لين ما جه الحيط ما وفرقكم. ما السيل كان اقوى مني ومنها. زين وين راحت البنت يا عم ابو عماد؟ طاحت في حيط كبير ينزل منه السيل. وانا كمان طحت. وين طحت؟ طحت وراها بس انا كنت منتبه في الهواء. لما طحت من هذا الحيط
كنت اشوف فين اضع قدمي في الماء عندما اوصل. صح، عشان لا تغرق. ايوه، فهي طاحت فوق صخره صح. وماتت. رجلك خضرة عم ابو عماد، صلوات على محمد. طيب، اللهم صل وسلم عليه. عليه الف الصلاة والسلام. وماتت. زين، عم ابو عماد، انا سمعت ان انت عندك عماير في اليمن، صح؟ نعم. في عمارة عندك مدري وين في الجبل مدري وين، كم كانت تكلفتها تقريبا؟ كلفتني باليمني 870 مليون ريال يمني. يعني لا، اعطيني يا بالدولار يا اعطيني في الاماراتي عشان بالدولار كلفتني بحدود 2 مليون ونص. ليش؟ الا شوفي يا استاذه بربور، هلا عيونها. جد جدي هو حكم اليمن زمان. حلو. يعني كنا احنا ملوك اليمن. زين. اجدودي. بعدها انت عارفه الله تعالى يعني يعطي ويأخذ. حلو. بعدين شفت المنطقه اللي انا فيها كانت منطقه مسكينه. حلو. فقلت لابد ان اجعل في هذه المنطقه بيت يأوي المساكين الناس جميعا. صح. عملته فيه. زي عم ابو عماد، انت اذا هالبيت تعطيه حق مساكين والبيت هذا تعطيه حق الوادم وما ادري ايش، عيال انت كيف تسترزق الله؟ كيف عايش؟ من وين تاكل؟ من وين تشرب؟ عيالي طبعا أنا عندي بيوت هنا وايجارات. الحمد لله يعني عايشين. ما عيبني البارت هذا، ما صدق يعني، ما دخل مخي وايد. يعني باليمن معي 340 شقة. حلو. إيجار كل شقة 100,000. حلو، يعني 340,000 يدخل لك في الشهر، خلنا نقول. صح؟ 340 يعني شقة 100,000 يدخل عليك في الشهر. 36 مليون في الشهر. أنت تقول 1000 300 إذا 1000 كل 100,000 يعني 340,000. كيف كل 100 يبقى 10 3 مليون. مليون؟ أنت قلت على شقة 1000 ولا على كل شقة 100,000؟ 100,000. 100,000 صح، 3 ملايين و400. أوكي، أنا أيوة. سمعتها 100,000. طيب، هذه يعني بخرج منها 6-7 مليون للمساكين. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب، آمين. ممكن سؤال خارج يعني برا الموضوع هذا. عم ابو عماد، انت حاليا كم ولد عندك؟ بصراحة. عندي 13. الله يحفظهم. من نفس الحرمة ولا من يعني أيوة. حريم أيوة. مختلفة؟ أيوة. ولا 14 قادم قريب. ما شاء الله، يعني الحجية بعد فيها يعني. ايوه ما شاء الله، الله يحفظها. ايوه. هذه لازم تدخل موسوعة جنس عم ابو عماد. الحمد لله. سجلونها. الحمد لله والشكر، الله يعطيها الصحة والعافية. آمين. فارس منور. زين، أكبر واحد كم عمره؟ اكبر واحد أيوه. عمرها 17. بدينا نكذب على بعض عمو. ما كذب. يعني عمرك 75، كيف أكبر واحد عمره 17؟ يمكن لا يعني يعني أصغر واحد عمره 17، صح؟ لا، هو عمره 17 لأنه أنا كنت ألعب بأول زماني. يعني عيال، على أي عمر أنت عرست؟ ها؟ أي عمر أنت عرست؟ 55. زين، الله يحفظها زوجتك كم عمرها؟ آمين. ها؟ زوجتك كم عمرها؟ يعني حاليا ب60. يعني أنت 75 زوجت فيه، زوجت وعمرك 55 وأنت الحين 75، لأنك أنت مواليد 1950.
ايوه. حرمتك عمرها الحين 60، يعني يوم خذتها كان عمرها 40. حلو حلو. جابت 13 ما بين ال40 ما لا جابت يا اول لا ولد لا. ياها يوم كان عمرها 43. لا لا لا, لا. ها شنو؟ كيف لا قاعد احسب لك اياها، اي عمرها الحين 60. 30. لا نزعل من بعض عم ابو عماد. يعني كيف؟ يعني كيف؟ انا اقول لك كيف. وانت مو ليش من هذا الحساء؟ انت عمرك 75 حاليا، الله يعطيك طولة العمر يا رب والصحة والعافية والبركة بعمرك. الحجية عمرها 60. تمام؟ يوم خذتها اصبر، يوم خذتها كان عمرك 55، من 55 الى 75 20 سنة. الحجية الحين عمرها 60، يعني يوم خذتها كان عمرها 40. ولدك العود عمره 17، يعني جابت أول ولد يوم كان عمرها 43، يعني بعد 3 سنوات من الزواج، صح ولا لا؟ لا 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 لا. ها كيف؟ اشرح لي. فهمتي خطأ. قول لي. فهمتي خطأ. هلا. أنا يوم زوجتها عمري 55. حلو. تمام. حلو. هي كان عمرها بال30. حلو. يعني لنا متزوجين 33 سنة. حلو. عدينا الجهال يعني. أنا بعد معاك، راح أمشي معاك. خدتها هي بال30 وأنت كان عمرك بالخمسينات، صار أيوة. 33 سنة أنت معاها. تمام. اقنعني كيف ابنك الكبير عمره 17 سنة. هل من المعقول انها هي جابت اول ولد في عمر الاربعينات او بداية الخمسينات؟ لا. ها يلا اقنعني. يعني كيف؟ يعني قد مسكتينا. لا قل لي، انا بفهم. وللموت احسبي. للموت احسبي. انا ابي اعرف ولدك العود الله يعطيه طولة العمر كم عمره؟ يمكن انا اصير تاخذني، اصير زوجة ابنك واقعد انا وياك نتحتت وناخذ يمين يسار، اسهر عليك وتسهر علي. اسلم راسك. والله ترى اونسك، انا ترى احب السوالف. شوفي انا حبتني عراقية. ها قول والله. متى؟ والله لا متى؟ كيف صار الموضوع؟ كانت دكتورة. من وين؟ سولف لي انا. ايوه كذي يبنا سوالف من الماضي الجميل. عطنا. رحت عندها وكنت مريض. ولا دور الدكتور. حلو. هذا ما في غير الدكتورة. قالت تسيبني بعالجك. قلت لا، ما يصح انه حتى لو انت دكتورة يجب علي ان احترم نفسي واحترمك. حلو. ايوه. قالت لا تخاف، يعني ما بعدين طبعا سافرت ياسمين. طيب اسف. كنت في حالة حرب. لما كنت في حرب وكنت التحرير. مصاب. هذا في اليمن. الحين هذا في اليمن ولا في العراق؟ لا في اليمن. وهي حبتني كثير. وهي كانت عايشة في اليمن، دكتورة في اليمن. أنا عايشة في اليمن نعم. طيب حلو. وحبتني. حلو. عرفت انها عراقية وكذا وكذا وكذا، وعرفها اني دخلت العراق جت لها عندي بعد موت صدام حسين وشافتني حزين. حلو. وصورة صدام حسين في ديواني الشهير. وبكت. هذه كانت تصير أحاديث بينكم في فترة اللي هي كانت تعالجك فيها، صح؟ أيوة. لأن هي كيف شافت صورة صدام حسين الله يرحمه في ديوانك؟ يعني لا عندك الديوان؟ كانت تجي
تقلط عندك في الديوان. بتجارح لي. كيف بتقارح لك؟ ما كنت استطيع ان امشي. فهي كانت تجيك البيت. حلو. يعني ما مع بعماد انت وايد تستفرد بالحريم، ايش سالفتك؟ مع طاقم لا بس انا لاحظت شيء، يعني انت دائما تختلي بالنساء، يعني هذيك رحت لها البيت وقلطت معاها وتغديت، والثانيه الحين قلطت عندك في الديوان وشافت صوره صدام حسين الله يرحمه، وهناك وتقول انا ما اغلط وفي الحريم وما ادري ايش وما يا اقرب. استاذ بربور، هلا. الديوان حلو. يكون ديوان عام. حلو. وهي لما تجي عندي الديوان، امم الديوان فيه ناس ما لا يقل عن 500 شخصية. حلو. ديوان كبير، فيه وزراء، فيها ضباط، فيها ناس، فيها ناس حل مشاكلهم، فيها هي بتعارضني أمام الناس. حلو. لا بس انا احسك تحب تستفرد بالحريم بروحك. ما لا أدري لا، ليش. بس لما شافت صورة صدام حسين بكت وهمست في إذني ايوه. لما شافت الناس ايه. قالت أبو عماد، قلت تفضلي. قالت أقول لك بكلمة. قلت لا هاتي. قالت أحبك. قلت الله يبارك فيك وأنا كمان أحبك في الله. حلو. بعدين قلت لها أنت عارفة علي مشاكل وعلي ضغوط، يعني من الدولة ومن يمكن غدوة بعدها أموت أو شيء أو ما. بسم الله عليك. أيوة. بعد ما قالت لك أحبك حبيتها أنت بصدق؟ أكيد. قلب وخاطر؟ أكيد. ولا بس إنك انغريت بالكلمة؟ لا بس كان لازم كوني أكبر منها سنا أن أوضح لها. صح. زين. أي قلت لها يعني ممكن أتزوجك وبتعيشي معي، يعني أميرة ملكة، لكن أخاف عليش بعد موتي. بسم الله عليك. فأنا بأحترم شوية. إيش تذكرين؟ أنا آسفة بس شكلك حبيتها هذه صدق. جتك على الوتر الحساس صارت تهمس بذونك تداعب مشاعرك. أي شيء من ريحة صدام، أي شيء من بلاد صدام أحب. والله هم بعد يحبونك عم أبو عماد، لا تصيح. على رأسي والله. لا يعني والله صدق قاعدين مستانسين، لا تصيح عم أبو عماد، والله كلنا نحبك ترى. الله يرحمه. وريايل الشعب العراقي كله يحبك، أنت خير وبركة، من عندنا غيرك. لا تصيح. عم أبو عماد خلص التخزين، جدد. لا اسمه. عم أبو عماد أسألك بالله عليك تجاوبني بصراحة، من أكثر وحدة في حياتك هذه كلها مشوارك كامل، أكثر وحدة حبيتها وصف لنا كيف كان شكلها بأمانة، يعني بياضها، جمالها، عيونها، كلامها، مشيتها، كيف كانت علاقتك معاها وكم دامت العلاقة معها؟ لأن أنت عم أبو عماد من الواضح ما شاء الله تبارك الرحمن ما تدوم علاقتك مع وحدة. ومن وين كانت؟ شوفي يا أستاذة بربور. هلا عيوني. تسلم عيونك. الطير عندما يبني عشه يبنيه في مكان محصن. اوكي. في مكان آمن. يعني لأنه هذا يكون للجيل، بيربي جيل. طبعا أنا تزوجت على باب الله. يعني تقليدي. مش تكليف. يعني اقشط واربح. لا. كيف؟ يعني كان هناك 20 مرأة منتظرة أفتح فمي.
صح. ف وصلت إلى عند واحدة منهن، فقال لي شيء في قلبي ارجع. ما ارتحت يعني، استخرت وما ارتحت. ف تزوجت. عندما تزوجت حلو، نصر أسدها. دخيل الله، ايش فيك؟ قولون هاج عليك. عم ابو عماد ايش في؟ عم ابو عماد يقولون ان انت فتره من الفترات ياك بواسير وعالجته، هل هذا الكلام صحيح؟ باسول وناسول يطالبون في هذه القصه. شو؟ قصه البواسير. من الحار، انا كنت اكل حار. طيب. طبعا انا اول ما تزوجت، انا تزوجت بنت حفيد احد ملوك اليمن السابقين. حلو. حبتني حب عميق. حلو. قالت يا ابو عماد بدي اروح احج. قلت لها بسم الله. يلا let's go. ايوه. وصلنا أيوة. لنص الطريق ماتت. نوديك عند عيال عمنا ولا كيف تخلص عليهم؟ ايش بنسوي؟ بعدها ايوه بعدها تفضل. هي. طبعا ما اخفي عليش، كان هي جابت لي 4 اولاد. اوكي. الله يحفظها. وتزوجت كمان واحدة اوكي. كانت كذا زيش حلوة، عيونك الحلوة. بس كانت كل ما اروح جنبها حلو. امي قالت امي قالت امي أوكي. قالت امي قالت امي قالت امي قالت. قلت لها يا بنت صح. الناس ما يصلح. يا ابو عماد حط لي بيت باسمي. ايوه تستاهل حط لي ام العيال. يعني انت بدش حاجات باسمش، يعني ما بدش انا. مشيتها. حلو. عندما مشيتهن كل اللي مشيتهن ماتين. فاللي معي هذه يعني اجيب لها الشيء تقول لا ما بدي. تبي البيت؟ بدي رضاك. توك تقول البيت. اوكي. اكتب لها البيوت باسمها تقول لا ما بدي هذول. تاخذ الورق وبتقطعهن. تقول ايش حاجتي بالمال بعدك؟ ايش تسوي؟ هي صادقة. صح. ايه انت راح تاخذ عمرها وش حياتها بالمال؟ صدق. الحمد لله. اذا كمل كمل. حلو. قطعت الورقات وش حياتي بالمال وانا معك. ايش صار بعدين؟ بعدين ايش اقول الاشياء؟ قول لي لا تستحي. ايش صار؟ ها؟ ضيعت معلش. طيب في امريكا الحين من اللي انت معاها الحين؟ كم وحده تزوجت في امريكا؟ تزوجت في امريكا يعني 3 2 ماتين. وواحدة مشيتها. ليش؟ ها؟ ليش مشيتها؟ يعني ما احب يعني الدلع. يعني كيف؟ اشرح لنا لو سمحت يا ابو عماد. يعني بدها بيوت وما بيوت باسمها تبي تستغلك صح؟ ايوه.
زين ممكن اطلب منك طلب عم ابو عماد؟ وصفني. أيوة. اذا تقدر، ما عليك اماره يعني. اذا تقدر تقول فيني بيت شعر، دام انك الحين منسم وامورك طيبه ومخسم، أنتي. جوك عال العال هنا. انتي اي انا، لا لا تطالع بقرف، انا احبك ترى. شعر فصيح اذا سمحت. يا بردة الظل، الله. يا بردة الظل في قلب الذي في ظلها قد تراخى واستظل. الله عليك، الله صح لسانك. بس حبيتك واشتقت لك وادمنت لك، وما لقلبي سوى حبي عمل. امل. ملاعبي فيه كم سال الضبع، طبع. فيها وكم ورد فيها قد نفل. نفل. وسلامتك. لا عطني واحد ثاني، يطالبون بواحد ثاني. حاضر. بس ممكن اسالك سؤال والله العظيم جد، وش معنات الشعر هذا اللي قلته؟ شفتي لما تكوني في مكان صحراء حلو. وفي شجرة مثمرة وعليها ظل وحولها ماء حلو. وتحتها ظل، اوكي. يستظل الإنسان. جميل. وفيها نوع الباكستان. من البرود، فيها نسمة برود هواء الماء، باردة. برود الماء وبرود الهواء من ظلها، ونفحة من ريحة الثمرات اللي فيها. الله عليك. نعم، يعني لما تشوفي يا بردة الظل، الإنسان لما يحس في حماء بيستظل. زين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الظل، إلى الظل ولو شاء ربك لجعله ساكنا. الظل هذا شيء عظيم. أيوة، فأنا عندما أقول فيك مثلا يا بردة الظل في قلبي الذي بظلها قد تراخى واستظل، أي ارتاح بالضبط. واستأمن في الظل. حلو. جميل جدا والله عمو. انت يعني عندك بلاغه في اللغه بلاغة العربيه قوية. طيب ممكن تعطينا شعر ثاني لو سمحت؟ لا ندفع عليك كم. اوكي. بس الحين نبى شعر غزلي. ايش اسمك الحقيقي؟ امون. ها؟ امون. يعني اماني؟ خلاص خليك على امون. عمو انا يعني ما اقول اسمي في البث، بس بما انك انت بغيتها. اوكي. انا بقول فيش كما فؤادي، كما فؤادي واحلامي بكت والمنى هامت وقط ما لاقيت قلب الرؤوف. أمون يشهى من لذيذ المنى، أنا لك وجه أصفى من شعاع السيوف. السيوف. كعبة من الحسن قلبي كم إليها هفى، كم حجها كم عاش فيها يطوف. يطوف. تبارح الخلد أسقطني الأماني فما أجنيه من عمري غرفته غروف. غروف.
يا ورد يشهى من لذيذ المنى، لك قلب أصفى من شعاع السيوف. شعاع السيوف. تسلمي. سلامت.